هي أشجع امرأة في تاريخ الإسلام، وأمهر امرأة حملت السيف، عرفت بجمالها وشجاعتها وفروستها. ذهبت إلى بلاد الشام برفقة أخيها ضرار ابن الأزور عندما دخلها فاتحا في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هي الفارسة والشاعرة خولة بنت الأزور، فقد اشتهرت بموقفها من أسر أخيها ضرار في وقعة أجنادين، حيث تنكرت بزي فارس ملثم فزعزعت كتائب الروم وحطمت مواكبهم واخترقت صفوفهم، حتى أن الفرسان المسلمين ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه أعجبوا بشجاعة وقوة هذا الفارس، ولم يعرفوا أنه امرأة. خرجت خولة من المعركة وسيفها يملأه الدم، كاشفة عن وجهها، مما شجعهم على الدخول لأرض المعركة والاستبسال فيها، حتى استطاعوا فك أسر أخيها ضرار ومن معه من الأسرى المسلمين.